اول لما تتفرجي على الفيديو تقومي حالا تعمليها. مفيش حد بيشجعني عليها في البيت صحيح، بس في ناس طلبتها مني عشان اعملها. اكله شعبيه تجنن بشويه حاجات بسيطه جدا ومكونات مش كتير، ومكونات موجوده عندنا في البيت. لاول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للقناه. انا مش هجيب لك الزروطه الاولانيه ولا غسيل الكبد ولا القوانص ولا كده، احنا كلنا بنعرف نغسل وبنعمل الحاجات دي كلها. فهقول لك بس غسيلها ازاي، عشان ما مش هجيب بالدم والحاجات اللي هي بتنزل منها. شويه ميه سخنه عليهم شويه من الخل وعصره من الليمونه، وبتصفيهم في مصفى وتطلع معاكي بالشكل ده. بنقطع الكبد قطع صغيره، بس مش بصي مش صغيره قوي يعني، اكبر من القوانص، والقوانص قطع صغيره. تبداي بقى تقطعي البصل بصلتين 3 4 زي ما تحبي، جوانح او اللي هي الصغيره. حابه تقطعي الكبه زي ما تحبي، حابه تقطعي على ايدك زي ما تحبي برضو، الكميه اللي انت حباها، اي كميه تحبيها. هنا هنبدا نقطع البصل. عامة لو نفسكم تاكلوا كبدة بلدي كده والكبدة غالية كده من عند الجزار، تعالوا بقى وانتوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. بس هنطاسة على النار، معلقتين من السمنة هنسيحها كده في الطاسة، ونبدأ نشوح فيها القوانص عامة بتاخد زيادة 10 دقايق في السوا عن الكبد، بالذات لو هي قوانص الفراخ وكده. بنحطها الاول ونشوحها ونسويها شويه الاول، مثلا 90 درجه كده، وبعد كده بنكمل فيها الكبد ما بتاخدش 5 دقايق على النار. فهنبدا نشوحها ونحط عليها البصل ونغطي عليها تستوي. حابه تزوديها ميه، بس انا هنا في الوصفه دي ما بزودهاش ميه، لان هي بتنزل ميتها كده وبتغطي عليها تستوي براحتها. هي الكبد ما بتاخدش نار، القوانص هي اللي بتاخد نار شويه. في ناس على فكره بتسلقها الاول وبعد كده تقطعها، انا ما بحبش الخطوه دي برضو بالطريقه دي. هي معناها ان هي مش كويسه، لا ده كويسه جدا وزي الفل، بس كل واحد وليه طريقته. هتبداي بقى تحطي عليها البصل وتقلبيها كده تتشوح مع البصل شويه كده، وتغطي عليها بغطا عشان تستوي بقى ايه، تاخد لها 10 دقايق تلت ساعه، في الحدود بتاخد لها تلت ساعه يعني، مش اكتر من كده. تطلع معاكي باللون ده لما البصل يتبل معاكي شويه، تبداي تغطي كمان. حابه تزودي ميه، بس انا عامه ما بزودش ميه، براحتك برضو. لو زودتش حسيتي ان هي نشفت كده ولا حاجه تقدري تزودي ميه. هنا برضو طاسه تانية على النار، وبرضو هنحط فيها الكبد، هنحط شويه زيت كده ولا شويه سمنه، وهنحط الكبد نديها تشويحه بس بصي دقيقه واحده، بتشدي معاكي شويه كده عشان برضو ما مش تتهري وكده اول ما تحطيها في القوانص. وبرضو مش عايزه تشوحها، مش هي بس نص تشويحه كده، تحطيها كده في جنب مع القوانص. وبعد كده بتحطي عليها كل بقى الحاجات اللي عندك بقى، فلفل حر، فلفل الوان، فلفل بارد، فلفل رومي، زي ما تحبي. انا هنا قطعت قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر اللي هو الحراق ده. بصي تقدري لو انت ما بتحبيش الحراق تقدري تحطي نص ولا كده، او رومي تستبدليه برومي. انا هنا برضو حطيت الاتنين، انا الرومي برضو انا حطيته برضو بعد الاكله دي. شويه بقى بهارات، فلفل اسود 7 بهارات، ملح، بابريكا، وعايزه تحطي شطه لاصحاب الناس اللي بتحب الحراره، مش حابه براحتي. 2 ورقه من اللورة كده، وبس، وشويه كمون. مش عايزه تحطي الورق اللي هو اللورة ده عادي، انا بحطه بيدي نكهه حلوه خالص. البهارات اللي عندك زي ما تحبي. بعد كده بتقطعي طماطم جوانح كده وتحطيها، حابه تقطعيها اصغر من كده عادي، بس هي بتدوب فعلا مع الكبده، ما بتاخدش اي، ما بتظهرش خالص. انا حاطه برضو فلفل رومي، بس هو ما ظهرش معاكم في الفيديو، بس هي موجوده عندك في بصي الصوص اللي بيطلع منها ده ما اقولكيش، شويه عيش كده برده. الكبد والقوانص دي لعشاق الكبد والقوانص، وفي ناس على فكره في محلات بتعملها بتكون جميله جدا، وبتتباع برقم في المحلات، والمحلات بتسميها اللي هي المزاليكا، لها اسم كده المزاليكا، مش الكبد والقوانص. هما حابين يدلعوا الوصفة دي او يحببوا الناس فيها، بس هي وصفة جميلة وحلوة. اتمنى لو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك للقناة. شوية كزبرة كده في الاخر.